النهاردة بنتكلم على سعاد، بنت عندها 15 سنة، عاشت في بيت مسكون، بس اكتشفت ده بعد ما عيلتها نقلت واستقرت في البيت، وكان هي بس اللي بتلاحظ الحاجات اللي بتحصل، ومحدش كان بيصدقها، وقالوا عليها عيلة صغيرة وبتسرح بخيالها مش أكتر. لحد ما حصل حاجة بسببها الأسرة كلها سابت البيت. وكان البيت اللي هم فيه ده قصر، ومش مجرد قصر عادي، كانت مساحته كبيرة جدا، وكان ملك عيلة غنية. وفي ظروف غامضة العيلة كلها اختفت، بس محدش يعرف راحوا فين، واللي اتبقى منهم وورثوا القصر باعوه بسعر رخيص، فاتباع بسرعة. وعلى حظ سعاد عيلتها اللي اشترت البيت ده، وكان ستايل القصر ده زي بيوت زمان، الشبابيك كبيرة والسقف عالي جدا، بس تحس اخر السقف من فوق ملهوش علاقة بباقي المكان، كان لونه اسود وغامق جدا، كأنك باصص جوه ثقب اسود. ده غير مساحة المكان كبيرة جدا، لو بصيت بعينك من اول القصر صعب تجيب اخره. وفي اول ليلة لعيلة سعاد في القصر ده، وهي ملاحظة ان في حاجة غريبة في المكان. كتبت في مذكراتها ان المكان تحسه بيتنفس وبيتكلم. كل ما تيجي تنام كانت بتسمع صوت نفس حد، والنفس ده كان بيبقى قريب جدا، لدرجة انها اوقات كانت بتحس النفس ده على جلدها. وزيها زي اي حد من الرعب دخلت تحت الغطا ولفت نفسها فيه لحد ما النوم غلبها وراحت في النوم. حاولت تقنع نفسها ان كل دي تهيؤات، والدليل على كده ان محدش من البيت لاحظ اي حاجة غيرها، وقررت انها تاخد لفة في القصر. وهي بتلف اكتشفت مكتبة كبيرة كلها كتب، وجنب المكتبة دي كان في بيانو كبير، واضح انه كان مكان بيتعمل فيه حفلات، او كان في حد بيتعلم العزف على البيانو ده. كل اوضة وكل مكان في القصر ده تحس ان ليه قصته لوحده. وهي بتكمل لف في المكان لقت اوضة فيها مجموعة صناديق. الفضول خلاها تفتح الصناديق دي وتدور فيها، لقت كتاب بالغلاف بتاعه كان جلد وشكله غالي، ولما فتحته اكتشفت ان هي مذكرات المالك السابق للقصر ده، وحكى فيه كل حاجة حصلت معاه، وحاجات منها من اللي كانت بتحصل لسعاد. وقال ان كان دايما وهو نايم حاجات كتير في القصر مكانها بيتغير، وبيسمع صوت حركة دايما، واحيانا كان بيسمع صوت صريخ او اطفال بتعيط، مع انه الفترة اللي كتب فيها المذكرات دي كان عايش في القصر لوحده اساسا، وكان واخد موضوع المذكرات ده تسلية، ما كانش يعرف انه هيسجل فيها الحاجات الغريبة اللي هتحصل معاه، لانها ما كانتش بتحصل غير لما قرر يكتب عن المكان. وجزء من مذكراته بيقول: المكان كأنه حي، القصر بيكلمني وبيطلب مني حاجة انا مش فاهمها، ومش عارف هو عايز مني ايه بالظبط، بس عمال يطلب مني حاجة. سمع الحيطان بتتكلم والارض كمان، حتى براويز الصور والكراسي، كل حاجة سمعها بتكلمني، بس مش فاهم بتقول ايه، وعلى طول حاسس اني متراقب، لازم امشي من هنا قبل ما يحصل لي حاجة. وسعاد بتقرا الكلام ده بعد ما كانت عاملة الجولة دي في القصر عشان تطمن نفسها ان مفيش حاجة وانها بتهيأ لها، خافت اكتر من المكان وكانت عايزة تمشي وتسيبه. بدأت تسمع الاصوات اللي كانت بتسمعها واضحة دلوقتي، لان عقلها اقتنع خلاص ان ده موجود فعلا، فبقت تركز في الاصوات دي اكتر وبتحاول تفهم بيقولوا ايه، بس زيها زي اللي قبلها ما فهمتش اي حاجة. وقالت ان القصر كل يوم بالليل كان كأنه بيصرخ من الوجع، بس ايه السبب ما حدش عارف. والغريبة ان هي كانت هي بس اللي سمع الاصوات دي. والموضوع مع الايام زاد وما بقاش مجرد اصوات بس، كان عندها كرسي هزاز في الاوضة بتاعتها، كانت كل يوم تصحى على صوته وهو بيتهز لوحده، وفي نفس اللحظة كانت بتحس كأن حد كان قاعد على طرف السرير عندها وقام. حاولت تقنع نفسها بان كل دي تهيؤات، وقررت تاخد لفة تانية في القصر. وهي ماشية اكتشفت أوضة هي ما شافتهاش قبل كده، مع انها متأكدة ان هي لفت القصر كويس واكتر من مرة كمان. راحت للباب وفتحته، لقت المكان كله غبار وشبك عنكبوت، ورغم كده الفضول خلاها تدخل في الغبار وتكمل عشان تشوف ايه اللي جوه. ولما عدت الممر بتاع الأوضة لقت الأوضة كلها عفش قديم متغطي بقماش أبيض، ولفت انتباهها حاجة كبيرة واقفة متغطية بنفس القماش الأبيض.
بس شكلها يوحي ان هي مراية، فشالت القماش ولقيتها مراية فعلا. ولما بصت فيها شافت ان انعكاسها في المراية مش بيتحرك زيها، بيتحرك على مزاجه وكل شوية يبرق لها. وهنا اترعبت، ولما جت تجري وتطلع من المكان نور المكان كله اتطفى وما بقتش شايفة اي حاجة، لحد ما الانعكاس ده طلع من المراية وفضل يقرب منها. ولما كان هيلمسها خلاص لمحت بطرف عينيها الباب موارب وجرت ناحيته وطلعت من الأوضة بسرعة وفضلت تصوت في القصر كله، لحد ما امها وابوها راحوا يشوفوا مالها. قعدت تحاول تحكي لهم وتقول لهم الباب ده في عفريت جوه، وقعدت توصف اللي حصل معاها، بس مصدقوهاش لان لما وصلوا ما كانش فيه لا باب ولا اوضه، كانت قدام حيطه ما عليهاش اي حاجه. تاني يوم سعاد كل شويه تسمع حد بيقول ساعديني. واي مكان تروحوا في القصر تسمع الصوت جاي من الحيطه او من اي جماد قريب منها عموما. فقررت هنا سعاد ان هي تتمشى في البلد اللي هم فيها وتسال الناس على القصر ده ايه حكايته. في اللي حكى لها اللي يعرفوا عن تاريخ العيله اللي كانت ساكنه المكان، وان هم كانوا اغنياء جدا ومعاهم ملايين وفلوس ما بتخلص، بس كان مشكوك في جدهم انه كان بتاع اعمال وبيسخر الشياطين، وان الشياطين دي هي اللي جايباله الفلوس دي كلها. وناس تانية خافت تتكلم اساسا عشان ما تتأذيش، ولما رجعت البيت اهلها عشان يطمنوها قرروا ان هم يجددوا الدور اللي بتقول شافت فيه المراية دي. وفعلا الدور كله اتجدد وبرضه ما لقوش الأوضة اللي قالت عليها. لكن مع الوقت سعاد بدأت تتعب جامد ونص شعرها بقى لونه أبيض. كان عمرها 15 سنة بس كان ملامح العجز وكبر السن باينة عليها. وفي الآخر العيلة قررت إن هي تعزل عشان حياة بنتهم وصحتها، بس القرار كان جه متأخر لأن للأسف اللي كان حصل لسعاد ملهوش علاج، وخلايا جسمها أغلبها عجزت، فكانت في عمر 15 سنة على الورق، بس فعليا كان شكلها وخلايا جسمها في عمر الستينات. وكده قصتنا النهارده خلصت، اتمنى تكون عجبتك. ما تنساش بقى اللايك وتشارك وتفعل الجرس وتسيب لي رايك في القصه في الكومنتات. وبس، سلام.